باستغرب جدًا على الناس اللي بتقول أنا ما باحبش البط، البط ده بينزل في القلب مش في المعدة. أنا عاملة الفيديو ده النهارده مخصوص ليكم عشان أوعدكم النهارده إن بعد الفيديو ده هتموتوا وتعشقوا حاجة اسمها بط. وعايزة أقول لكم إن هو كمان ما يحلاش كده سفرة رمضان والعزومات غير بدكر بط حلو كده مع شوية محشي. ويا سلام كده لو البطاية ديّة كده محشية شوية فريك كده، عايزة أقول لكم حاجة كده تستاهل بُقكم. يالّا نسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات للناس اللي مش بتحب البط، علشان أنا عارفة هي مش بتحبه ليه، علشان ريحة الزفارة بتاعته. هاجيب البطة بتاعتي كده وابدأ إن أنا أشكشكها بالخلة كده بتاعة السنان دي، وابدأ إن أنا أحط لها كوباية 3 كوبايات كبار من المَيّة، يعني 3 رِتل كده، وابدأ أحط عليهم معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر. حطيت كده شوية جنزبيل، شوية من الطحينة، أي بقى حاجات منكهات عندِك، حبة من الزعتر. وبابدأ إن أنا أسيبها في التتبيلة أو في المحلول النقع ده ليلة كاملة، بتنزّل أي زفارة. وحلاوة الشكشكة اللي إحنا عملناها ديّة إن هي بتخلّي بقى الزفارة بتاعة الصدر تنزل. وبابدأ إن أنا بقى أشطفها زي ما أنتم شفتوا كده، ولازم أعمل لها المرتة ديّة، أعمل لها بصلاية كده مبشورة مع ملح وفلفل، واسيبها منقوعة فيها كده حوالي ساعة برضه، عايزة أقول لكم بتفرق في طعمها جامد. بعد كده جبت بصلاية كبيرة قطعتها وحطيتها في طاسة كده، وحطيت عليها القُنصة بتاعة البطة، وكنت ناقعة كده كوباية كبيرة من الفريك لمدة ساعتين في مَيّة سخنة، وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون وشوية من البابريكا. حطيت معلقة كده من هريسة الفلفل اللي إحنا كنت عاملاها معاكم، وكمان معلقة من معجون الطماطم. وسِبت كده الفريك بتاعي استوى نُص سِوَى، وبدأت حشيت البطة بتاعتي. عايزة أقول لكم لحد هنا كده الموضوع كله ريحته تحفة من غير لسه سوا. بدأت ان انا قفلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى كده حلة على النار، حطيت ورق لورا، حطيت كده بصل وطماطم وجزر، وحطيت ملح وفلفل، وحطيت كمان حبهان. وبدأت ان انا شوحتها كده او سبتها كده تتسلق بقى كده في المية. عايزة اقول لكم شايفين الشوربة بتاعتها طالعة تحفة، وريحتها حرفيا قلب البيت يا جماعة. هسيبها لحد ما تستوي تماما بالشكل ده كده، وبعد كده لما تستوي ادهنها كده شويه من الصلصه، وابدا ان انا احطها في الفرن تحمر وتطلع بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. وبالف هنا وصحه. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها حرفيا قلب البيت كله حلو بقى جدا في العزومات. قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات، لو انتوا ما بتحبوش البط جربوه على الطريقه ديت، ومتاكده ان هو ان شاء